اساسا مش مصدق ان انا كاتب. زمن نهاية البداية، يوه زمن انسحاب الروح من ثورة التصحيح. عايز تخش الوان قهوه. والله الالوان دي كانت جديده. انا بشتغل والمصريين والمبدعين بشكل عام اللي كانوا محطه من المحطات المهمه في حياه احمد عبد الرسول. يقول الباقي الفرنسي سانت بيفت: من ليس اسد الا بضع خراف مهضومه. يعني الاسد اللي قدامك دوت هو مجموعه الخراف اللي اكلها طول حياته. فالشعر اللي قدامك ده او اي شاعر هو نتاج الثقافات اللي واضح زي المكتوب. يعني احمد عبد حصيل التراث الشعر العربي من القصه عمر بن حزام لحد اخر شعب عايش معايا في العصر العاميه والفصحى مع سقطات كتيره عملتها وخبرات اكتسبتها زي السلام احمد عبد الملك ده حصيل حضاره واحمد شوقي كذلك حصيل الشعب. فانا كتير كونوني لكن يعني في الشعراء الكبار كانوا يشكلوا محمد عبدي في المتنبي على راس وايد عجيب ابو النواس أبو تمام ابن الرومي بشار أمر على النعم. هؤلاء من يقرأون على قرآن الشعب العربي حديثا شوي وعمر بن هشام وإليا بن عمرو خلاص من شعراء يعني المحدثين. في محطات حياتي بقى دول التكوين الثقافي، لكن في محطات حياتي أعتقد في صراع صدور محمد عبد الحجازي وصداقته العمر التي تمتد الآن مع حجازي وخطبه تمتد أكثر عن تعرض صراع صدور مع المتابع أكثر من كانت حياتي وصداقته. من الشعراء العرب ده كتير يعني يوسف الصالح يعني الكبير المطموح الذي يتمنى يوما ما أن أتكلم عنه وأجيبه من القارئ المصري سيبك من كتاب المتماطئ والثقافة الجماهيرية كده بهذا الطابع. هذا الشعر شعر عظيم يوسف الصالح الشعر عليه. محمود درويش وجماعة إليه صداقة قصيرة على المستوى الشخصي بسبب إن احنا نلتقي حتى كده بعيدة الأحباب كده. لكن محمود درويش طبعا مدرسة في القصيدة الحديثة ونظرة من اللي عصبتهم من الناس مفيش يعملوا عن الصغير. استاذ احمد عمل طبعا هقول لك انا لسه هقول لك بقى اشخاص انا بقى هختار اشخاص وحضرتك تتكلم عنهم بحكم علاقتك بيهم. امل دول. نعم. حدثني عن علاقتك بامل دول وكواليس من تجربه امل دول الابداعيه والشعريه ما يعرفوش الناس. والله انا يعني هتكلم عنه سريعا كده، لكن اولا اذا كانت مناسبه انا اتكلم عن المحروسه اتكلم عنه باستفاضه لازم يعرف حاجه لان الحديث يطول جدا يعني. ده صحيح. لكن اللي انا عايز اقوله بالنسبه دي صوره معاك وانت بتشرب على عقد القران. الصوره اتخذت عقد القران اللي جت عقد وجري طبعا بنت جت عقد القران في مصر الجديده وفوجئت بأمل دول اللي كان مضرب عن الجواز وعشت معاه حوالي 3-4 سنين في اوضه لوحدنا. فعارف رايي في الجواز انه فلانه بياخدني على جنب بالريش بعد قاعده ويقول لي تعالى انا عايش خير خليني ونشيل على الجامعه عمر وانا كده شبه. فقال لي قطع راجل مني قلت له انا قلت له خير. قال لي لا يعني عرفت يا سمية قالت لي انك تعرف احمد عبد وأدبني بظروف ده الشعر المصري وبتقول ان استريحت جدا وكل ليله بتتكلم في التلفزيون قلت له بنسمع بعض الاغاني بتاعت فيروز الجديده اللي عندي سمعوا لها كتير وهي بتحاول فيروز جدا جدا وسبب عرفت بيها زي ما رحت كليه التنافي لسه طالبه
ووقت شهر هناك ويوم حط القصيدة بتاعتي ويديني دوني كبيرة مني مكان كانت معنا قال لي انك فيها خير كل اكسنا مختلف مفيش اي حاجة وحبسني انا حبسني فاستغربت قلت له ايه انا؟ قال لي خلاص سلم عليكم كان قبلها حصل بقى اسبوعين راحت ريش زي ما هي حكت وحاولت تقابله وتروح تكسر ورود وما فتحتش شخصية انا حد يعني يتحداني ما بحبش المستقيم الخانع شخصيته الصعبية كده يعني حتى ما قريت بيه انا في البداية جت نتيجة صدام في رابطة الأدب الحديث قال لي سمعني القصيدة دي ده بقول القصيدة اللي انت قلتها قبل ما اجي كانت كويسة قلت له سمعني القصيدة دي قال لي ما اعرفش مش عارف قلت له انا كمان ما اعرفش مش عارف وما كنتش اعرف ان ده مفتاح اللي اتعرضه كنت ضده لكن هو ما يحبش الممالي المنافق الطيور الخيول الطيور التي تقعقع مناخيرها هو كان عدواني؟ اطلاقا بس هو يعني لما دخلته في جنة يعني مرة قال لي لو اكتشف الاخرون نقطة الضعف فيك هيهموك لازم توقف في الموقف المدافع ليس موقف المواجهة فكان مثلا يعمل واحد صاحبنا يعمل ازاي هو كاتب قصيدة في الأمر يقول له ايه القصيدة الوحشة اللي انت كاتبها في الأمر دي وهو معجب بالقصيدة يقول له ما عجبتكش يا أمل والنبي يبتدي ايه يبقى لو سابه هيدخل مغلوط بقى نشر الأعرام والقرع قصيدة بدأ توفيق كان نشر الأعرام والقرع القرع فيها ايه كانوا فيها كتب في الستينيات فلما بدأ توفيق في القصيدات اليوم بيجي نام في شريطه بعد ما جيب محفوظ القرع ليش فطبعا انا زي شو اعمل لي كده يغمزني يعني ايه يا عم اللي انت كاتبه ده انت عندك شعر عصير انت خزينه وحشه جدا يقول له ازاي يا عم ليه كسر غرور حجمه ده عمل كده يعني كده فكان يعملون اللي ما يعرفوش كان حد ممكن يعمل كده معاه؟ يقول له ايه القصيده اللي انت الوحشه اللي انت كاتبها؟ انا قرأتها مره فحصلت 3 سنين من الصلاه نقلت قصيده كان لسه بينزل له قصيده اسمها العازف الاعمى هي موجوده في القصيده اللي فيها شجويه بتاعت الكمان لماذا يطاردني صوت الكمان كان نشرها جزئيه صغيره منها قصيده كبيره في الجوانب اللي هو الراجل اللي بينزلها في النساء يوم الجمعه والنساء والجمعه ده كان بيذيع عن فتح جنب مسؤول عنه وفي مقال بيكتبه صفحات ثاني يطلع جنب فيوم الجمعة القصيدة مشهورة ومستصرفة في المحلة تقريبا بيت الجيار في العدد فصار الجيار كان دايما أمل يجيب فوق بلاد مخدم كان معنا خطة مع الله وكان معنا حسن تقديم كان دايما أشهر البلاد ومعايش الصحر وصحبانين كده في أمان الله وبعدين قلنا كل واحد القصيدة فقلنا فجأة أنا مش هقول حد يقرأ القصيدة فأحطوا لها قرار القصيدة فأنا استفدت أنا عملت 3 مرات بالدور لكن ساعة ما طالب استفدت الحاجة في البيت في بيت بيقول فيه ايه؟ بيعبر عن الملل اللي بيعيش يقول أقذف بالقائد أقذف سد المطواطي بصد الخاء أخذف حد المطواط في الحائط أخذف حد المطواط إيه أنا؟ حد يعني عليه كده قصدك سن المطواط هو لأني صح بس كده راح جاء برافو مظبوط لحظة صح وانتصر على الأمل لحظة انتصار حد ينقذ امل قدامه وانا بتاع عفويه اخذ من الخائط لحد الموضوع معروف الحد يعني كده لكن المفروض سن لحد دلوقتي انا بدور نشرها في الديوان حد وكان لما يقولها الفتح اخذ من الخائط لحد الموضوع انا ينفع احمد عبد المفروض انا ينفع احمد عبد وهو عارف انها صح لكن الملك كان عنيد محدش صلحها عنيد فدي بقى خسرتني عمل 3 سنين ازاي بقى
خرجنا من بره اتخانقنا. كان ممكن نتقابل تاني يوم او 3 يوم. لولا حادثه حصلت كان البطل فيها رجال من اشرف رحمه الله عليهما انا وهو لا مجال ذكرها طويله قوي، وهي عملت قطاع عليها 3 سنين ورجعنا بصراحه. جميل. حضرتك في امل يعني شاعر الرفض لا انا عايز اقول لك الشعر ده لما الصوره اللي انت اشرت اليها ان في حفله الزواج اختصر على يعني قليل جدا. سيبك من اللي كلها انا دول يقول لك حفله اصحاب والدكاتره والصحفيين وشعراء كبار. شعراء كبار كان اما دول بنقول عليهم نصابين في حياته، اختصروا البنات في الفتره الاخيره من حياته وباسمه اتكلموا معه التبرعات واتكلموا الامراء وبتاع. لكن انا كان ضبط ده وكان بيتضايق لما يعرف انهم كلموا الامارات السعوديه عن المتعالج او بتاع عمل كده، وبيسمي كلامه نصاب. هو شعب كبير قوي قوي في مصر، كبير جدا، شعب عاميه كبير قوي. خلاص؟ المهم كان لا يذكر معايا واحنا قاعدين اللي بقول النصاب ده وكان بيفضل عليه احمد قارون وبيفضل عليه غيري كان وكان بيفضل عليه شعراء زي وائل حداد وداود كنتيز صاحبنا الشعب. المهم في هذه الليله لم اشاهد اي حد من دول حفظ الزواج، لكن انا دول جاني في شغلي بشتغل في شركه في شارع عدلي مالهاش علاقه بالشعب، شركه فريق وفجأت الامل في دماغي وعمل الرويني كانوا بيشتغلوا حاجات وقال لي خلاص يوم كذا انا مش فاكر اليوم انت ورحت وجدت كان الكتاب فوجدت امل دكتور دخل قال لي بطاقتك كنت مخبر اخذت بطاقتك بسنان الحلوه دي دخل وراح ايه اديته البطاقه انا وبابا حصل فهمي أبو فريدة فهمي. الهندسة عنده كان راجل محترمين وكان أمل جدا. عليك كلية الهندسة القديمة راجل كبير صاحب كتاب عيني على الدنيا وعيني على بنتي كتب رائعة راجل محترم الله يرحمه. حصل فهمي أنا حصل فهمي شلت على الكهرباء يعني وبعدين أنا كنت عملت حركة حسيتها قد إيه مهمة أو بيحبني. حسيت قد إيه هو بيقدرني لتصرف عملي. عرفت انتوا بعدين بعد ما كتب الكتاب وكده خطط على الامور وخليني وخطط على دخل الله الله اخويا احمد عمر خلوني اشوف امي ما زودتش في فرح مع الامور. انا اشوف الصعيد في يوم فرح امي ما طلعتش وجدت ست زي الرمح الله حضرتك قالت الله يخليك يا ولد خلي بالك من اخويا ده انا حسيت بالمسؤوليه دي. تفتكر مين اللي حضر الحفله الجواز دي؟ فاكر فؤاد بدوي فاكر اصدقاء العبد الرويني منهم بنت كانت معاه تشتغل في اخر ساعه دلوقتي وواحده اسمها فاتن البدري مجموعه يعني لا انا بتكلم عن الشعراء. ما عزمش ما عزمش حد من الشعراء. لا اصل قد يكون جم ناس بعد ما انا مشيت انا قد يكون ناس كده.